هو أثر بس مش قديم قوي زي الأهرامات وأبو الهول والمعابد، ولكنه ارتبط بحكايات وقصص مثيرة جدا ومشوقة. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم حكاية مكان، وحكاية النهاردة عن قصر البارون إمبان. طب يا ترى مين البارون إمبان ده وإيه حكايته؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقتنا النهاردة. الحكاية بدأت تحديداً في عام 1904 لما رست على شاطئ القناة سفينة كبيرة جاية من الهند، وكان من ضمن المسافرين اللي عليها مليونير بلجيكي اسمه إدوارد إمبان. في الوقت ده ما كانش إدوارد إمبان حصل على لقب البارون، وحصل على لقب البارون ده سنة 1905 في فرنسا تقديراً لجهوده في إنشاء مترو باريس. والحقيقة إنه ما كانش مهندس وبس، ده كان كمان اقتصادي من الطراز الأول، وكان عنده عقلية اقتصادية رهيبة، وقدر من خلال عقليته الاقتصادية دي إنه يبني بنك بروكسل في بلده بلجيكا، وده كان من أكثر المشروعات الناجحة اللي عملها. كمان إدوارد إمبان كان بيعشق السفر والترحال، وتقريبا زار معظم بلاد العالم، إلى أن قرر إنه يسافر لبلاد الشرق، فسافر للهند وسحر الجو بتاع الشرق هناك، وعاش في الهند سنوات طويلة وتأثر بالأساطير القديمة والتاريخ الهندي. وبعد كده قرر إنه يزور بلد عندها تاريخ وحضارة قديمة زي الهند أو أقدم منها، فكانت الوجهة بتاعته لمصر. في الوقت ده كانت القاهرة من أجمل 8 مدن على مستوى العالم، فاتسحر بجو القاهرة جدا، وبعد قضاء كام أسبوع قرر إنه يقعد في مصر للنهاية حتى وفاته، وكتب في وصيته إنه يدفن في مصر حتى لو مات بره البلد. وفضل وقت طويل جدا بيدور على مكان يبني فيه القصر بتاعه، فاختار مكان في الصحراء، وقرر إنه يبني قصر غير عادي عشان يفضل أعجوبة حتى بعد وفاته. فاستعان إدوارد إمبان بالمهندس المعروف في الوقت ده الكسندر مارسيل، واللي كان بيعرض تصميم قصر رائع. وروعة التصميم ده كان مزيج ما بين العمارة الأوروبية والعمارة الهندية، فأعجب البارون إمبان بالتصميم ده واشتراه على طول، وبدأ في بناء القصر وسمى المنطقة ضاحية مصر الجديدة. طب هو ليه اختار الطراز الهندي ده بالذات؟ لأن في الفترة اللي أقامها في الهند أصيب بمرض خطير جدا، لكن الجنود اعتنوا بيه وأنقذوه من الموت، فهو بيبني القصر ده على الطراز الهندي عرفانا وتقديرا للجميل بتاعه. بعد كده سلم البارون إمبان التصميم لعدد من المهندسين إيطاليين وبلجيين، وبدأوا في البناء واللي استمر 5 سنين وانتهى سنة 1911. وظهر القصر ده على مساحة 12500 كيلومتر مربع، وقام بزخرفته الفنان الشهير جورج لويس كلويد، واعتبر القصر تحفة فنية معمارية في العالم كله. وكان معروف بالقصر الذي لا تغيب عنه الشمس، لأنه كان معمول على قاعدة من الخرسانة وكانت بتدور على عجلات بحيث يدور القصر حوالين نفسه مع دوران الشمس، وأصبح القصر أسطورة بكل معنى الكلمة. ولكن القصر نفسه ما كانش كبير، كان بيضم 7 غرف فقط في طابقين، وبيتميزوا قبة شهيرة. الطابق الأول عبارة عن صالة كبيرة و3 غرف، منها غرفتين للضيافة وغرفة للبارون إمبان كان بيلعب فيها البلياردو، وكانت أرضيته من الرخام وخشب الباركيه المستورد. الدور الثاني كان عبارة عن 4 غرف للنوم، وكل غرفة كان ليها حمام خاص بيه. البدروم بتاع القصر كان فيه المطابخ والفران والأوض بتاعت الخدامين، لكن البدروم كان فيه غرفة سماها البارون غرفة السرداب، والغرفة دي بالذات هي اللي سببت الغموض اللي فضل يحيط بالقصر لغاية دلوقتي. البارون كان راجل شخصيته قوية جدا، كل اللي كان بيعيش معاه كان بيخاف من عصبيته. وبعد ما بنى البارون القصر قرر إن محدش يدخل غرفة السرداب دي خالص، وكان هو الوحيد اللي معاه مفتاح الأوضة دي. الغرفة دي كان فيها باب لسرداب طويل جدا بيوصل لكنيسة البازيليك في مصر الجديدة، ودي كانت الكنيسة اللي بناها البارون نفسه وأوصى إن هو يدفن فيها. يقال إن القصر ده كان بيحصل فيه حاجات غريبة جدا، زي ظهور أشباح في القصر وبقع دم بتظهر على الجدران وبتختفي، لكن كان كله مجرد كلام وروايات يمكن التشكيك فيها، عبارة عن أصوات وصراخ وعياط، وأحيانا حاجات بتتكسر جوه القصر، وأحيانا أضواء حمراء بتظهر على الشبابيك، وكمية كبيرة من الوطاويط والغربان بيلاقوها ميتة جوه الغرف، وبالأخص غرفة السرداب. وطبعا دي كلها حكايات وأقاويل لا أساس لها من الصحة. ودي كانت حكاية رجل حب وعشق وفكر وعمل حاجة تجذب الناس. وبكده تنتهي حلقتنا النهاردة، وأتمنى إنها تكون عجبتكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة.